بيدفع 150 جنيه في السنه علشان يحصل على ليسانس الحقوق اللي هو بالشراكه مع جامعه السوربون، منين هيجيب ال 13000 جنيه؟ ما هو ده محكوم بوضعه المادي، محروم من تكافؤ الفرص اصلا. يعني كبدايه كده. شوفي النهارده انت لو انت كلامك ده صحيح من الناحيه النظريه، لو مديت الحبل على الاخر يبقى ليه بتدخلي طالب مدرسه لغات ومدرسه خاصه وبتودي طالب وبتودي طالب مدرسه عامه؟ ده سؤال مشروع. ليه حتى التعليم الحكومي في مستويات؟ يبقى اذا النهارده اصلاح المنظومه كلها، وده يحتاج علاج تشريعي. اولا خد النقاط ديتي، ولو عايزه بقى ان انت النهارده تكفلي التعليم اللي هو في البرامج الخاصه دي لكل الطلاب، انا معاكي، ولكن النهارده حط المجانيه في مجراها الطبيعي. ازاي؟ ان هي زي الدعم بالظبط، ان هو يروح لمن يستحق. هل تتخيلي النهارده ان الحكومه المصريه مع كل طلعه نهار، لو في سفاره مثلا زي السفاره الامريكيه او الاسبانيه او الانجليزيه، اي سفاره عندها عربيه بتحط فيها في اليوم 100 لتر بنزين، الحكومه المصريه بتدعمها ب 500 جنيه. ده حقيقي. ده كويس. ال 500 جنيه دول ممكن ينشئوا فرصه عمل، صح؟ ده حقيقي. ده في اليوم. يعني 500 جنيه في 30 يبقى بكام؟ يبقى 500 في 30 15000 ولا 1500؟ 15000 جنيه. 15000 جنيه. يبقى اذا النهارده، هل انت النهارده لما تيجي تعالجي هذا الخلل يجي واحد يقول لك لا ازاي تمس الدعم؟ لا. النهارده لما تيجي النهارده تقولي لي ان الطالب اللي هو كان بيتعلم في الثانويه العامه السنه ب 100000 جنيه او ب 200000 جنيه، تقولي لي دول. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا عندي احصائيه في جامعه القاهره هقولها لك لاول مره بقولها. عندي احصائيه في 5 كليات. عندي احصائيه في الطب والهندسه والصيدله والطب الاسنان والعلاج الطبيعي، لا اظن في كليه ثانيه، الاربعه دول. عندي احصائيه انه في نسبه على الاقل من 40 ل 50% اي جي ومدارس خاصه اقل مصاريف فيها فوق ال 25000 جنيه. ده حقيقي. كويس. ال 40% دول لو انا قلت ان هم مش هيدفعوا، خلي بالك انا لما باخده عندي بيدرس الطب ب 160 جنيه، كويس؟ هو النهارده انا مش قادر اعلمه ومش قادر اطلعه زي ما انت عايزه. بيروح يعمل ايه؟ بيروح ياخد دروس خصوصيه في سنتر بيدفع 10000 جنيه. طب ما تديني انا نص ال 10000 جنيه دول وانا اضمن لك عمليه تعليميه زي الفل.